السلام عليكم، ازيكم يا تالتة اعدادي؟ يا رب تكونوا بخير. انا ميس سمر غانم انجلش تيتشر. ان شاء الله النهارده هنكمل البارت الاخير لقصة A Tale of Two Cities، قصة مدينتين المقررة في منهج الهالو بلس تالتة اعدادي. طيب احنا النهارده هناخد شابتر 4 وشابتر 5. التو شابترز النهارده فيهم احداث كثيره جدا واحداث حلوه جدا، لان احنا هنعرف بقى اللي متابع معايا الستوري من الاول، احنا هنعرف هو ليه دكتور بنت اصلا اتسجن، وتشارلز دارني ليه هيتحول للمحاكمه، وليه هيروح السجن، وسيدني كارتن هيعمل ايه عشان ينقذه. في احداث القصه مشوقه، اوعى تروح في اي حته. في البدايه عايزاك تعمل لايك وشير وسبسكرايب، اعمل متابعه يعني للقناه عشان يوصلك كل جديد. اتفقنا؟ يلا قول معايا بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتعودنا كده هناخد الأول الكلمات، والكلمات يا صديقي العزيز بتفيدك مهمة جدا. الكلمات الجديدة عليك احفظها، وخلاص القديمة انت حفظتها. طب الجديدة هينفعني في ايه عشان وانا جاية احل السؤال؟ طيب أول حاجة immigrant. يعني ايه immigrant؟ قال لي immigrant معناها مهاجر، يبقى يعني ايه immigrant؟ معناها مهاجر. طيب تعالى نمشي كده واحدة واحدة. يبقى يعني ايه immigrant؟ قال لك مهاجر. native. يعني ايه native؟ يعني أصلي. country معناها دولة. fear يعني خوف. convince يعني يقنع، إن أنت تقنع حد بحاجة. طيب ex prisoner يعني كان سجين سابق. يعني ايه سجين سابق؟ يعني دخل السجن قبل كده. release يعني يفرج عن، يعني طلعه خلاص. وuse معناها فائدة. courtroom معناها قاعة المحكمة. meanwhile في هذه الأثناء. يبقى يعني ايه meanwhile؟ في هذه الأثناء. report معناها يبلغ. mind رأي. وjudge يعني قاضي. witness يعني شاهد. innocent يعني بريء. يبقى تاني اسمها ايه بقى؟ innocent. طيب wife يعني زوجة. reunite يعني يجتمع، يعني يلتقي بحد مجددا. يعني انت كنت سايب حد فترة ورجعت له، فتريونايت ليه معناه ان انت تشوفه مرة تانية. knock يعني يخبط على الباب او طرق على الباب. arrest يقبض على. treason كلمة مهمة عندنا في الشابتر، الخيانة اللي هيتهم بيها تشارلز جورني. alongside يعني بجانب. وcry يعني يصرخ. وscared خائف. appear يظهر. وspy جاسوس. wish يرغب. hurry يسرع. وtrial المحاكمة اللي هيدخلها دارني. وguard يعني حارس. وforce يجبر. وconfidently معناها بثقة. تاني confidently. تاني confidently معناها ايه؟ معناها بثقة. بعد كده بيجيب لك التو definitions دول تبقى عارفهم برضو. immigrant يعني ايه immigrant؟ ده شخص بيهاجر، بيسيب البلد ويمشي. a person who moves from their country origin to live in another. يعني شخص كده بيسيب بلده أو منطقته ويروح منطقة تانية أو بلد تانية. treason يعني ايه treason؟ الخيانة اللي هي مقصود بيها خيانة الوطن. فبيقولي to attack one's own country، إن أنت تهاجم بلدك. by working to the enemy during war، عن طريق إن أنت هتعمل مع العدو. enemy معناها عدو. during the war معناها أثناء الحرب. تعالى بقى نشوف أحداث الشابتر بتاعتك بتقول إيه. طيب أول حاجة بيقول لك كده بسم الله الرحمن الرحيم. When Charles Darnay arrived in France، لما تشارلز دارني وصل لفرنسا. طب تعالى ارجع فلاش باك حته ورا كده. فاكرين احنا قلنا ان تشارلز دارني كان اصلا ليه هيسافر لفرنسا؟ كان هيرجع تاني ليه؟ عشان مين اللي طلب ان هو بعت له جواب وقال له تعالى الحقني، دول قبضوا عليا علشان انا كنت بشتغل في الكاسل بتاعتكم، في القلعه بتاعتكم. كان مين؟ كان جابل. فهو صعب عليه جابل وقال لا انا لازم اروح انقذه. شوف بقى ايه اللي هيحصل له اول لما يجي يروح ويدخل فرنسا. قال لي the people saw him as an immigrant. قالوا له ايه ده انت كنت مهاجر بره، انت جاي هنا ليه؟ someone who had left his native country. ده انت واحد سبت بلدك الأصلية ومشيت. they threw him in prison. راحوا خدوه رموه فين؟ رموه في السجن. طب هم رموه في السجن ليه؟ قالوا له عشان انت هاجرت وسبت بلدك. اتفقنا؟ Meanwhile في الوقت ده بقى مستر لوري was working in Telesons Bank in Paris. في الوقت ده مستر لوري، احنا متفقين ان مستر لوري ساعات كان بيبقى في انجلاند واحيانا بيكون فين؟ في فرنسا. في الوقت دوت هو كان فين؟ كان في الفرع بتاع تيليسونز بانك اللي موجود في باريس. he saw the angry mob. خد بالك ان كلمة mob معناها الحشد او الغوغاء، وقلناها المرة اللي فاتت، مجموعة كده من الناس معترضة على اللي بيحصل.
outside and shook with fear. لما شاف الناس بقى واقفة بره كان ماله بقى إيه؟ كان جات له صدمة كده. يعني في الامتحان لو جه قال لك هو مستر لوري ليه اتصدم هتقول إيه؟ because the mob. مالهم بقى الموب كانوا إيه؟ كانوا were angry outside، كانوا غضبانين جدا فعشان كده وخاف منهم. Then his office door opened and Dr. Manette and Lucy ran into the room. وهو قاعد بقى خايف جوه كده مين دخل عليه على طول المكتب. فتح الباب وراح داخل دكتور مانيت وكمان لوسي بنته دخلوا. قالوا له ايه بقى؟ Charles is in danger. ده تشارلز في خطر الحقنا. He is imprisoned. دخل السجن. Here in Paris please help us. دخل هنا في باريس من فضلك الحقنا وساعدنا. لوري convinced دكتور مانيت. بص الحتة دي مهم. بيقول لك ان لوري اللي هو ايه راح ايه راح اقنع دكتور مانيت. طب اقنعه بايه؟ قال له خد بالك ان انت يا دكتور مانيت as an ex prisoner، انت كنت قبل كده سجين سابق of the Bastille في اصعب سجن موجود في فرنسا. to speak to the mob، فانت يجب عليك ان انت تروح تتحدث مع الغوغاء، الناس اللي واقفة بره دي اكيد الناس دي هتسمع لك وهتصدقك لان انت كنت مسجون، وهم عارفين ان كل الناس اللي مسجونة في سجن الباستل كانت ناس بريئة. اتفقنا؟ وبالفعل the people listened to the doctor. الناس استمعت لمين؟ لدكتور بنت. وبعدها soon they were calling for the prisoner. رايحين بقى عشان ايه؟ يطلعوا دي ايفرموند تو بي سيفد، ينقذوا تشارلز دارني. طبعا اللي هو قايل لك هنا اسم العائلة بتاعته دي ايفرموند. طب راحوا بقى عشان يطلعوه من السجن. دكتور مانيت led them to the لافورس. راحوا بقى ايه؟ دكتور مانيت هو اللي قادهم عشان يروحوا سجن اللافورس. He tried to get Charles Darnay. Charles released but it was no use. حاول بقى مع الناس ديت راحوا السجن وحاولوا ان هم يطلعوا دارني ولكن ما عرفوش يطلعوه. فطبعا كده تشارلز دارني هيروح فين؟ هيروح قاعة المحكمة. ما هم ما قدروش يطلعوه من السجن، خلاص اتحول للمحاكمة. طيب فإن ذا court room، في قاعة المحكمة تشارلز was told he would be put to death. قالوا له انت خلاص هيتحكم عليك بالإعدام. Once he said he was married to Dr. Manette's daughter. بس أول ما قال إن هو يبقى جوز بنت دكتور مانيت the people changed their minds. طب تفتكر هو ليه رأي الناس هيتغير أول ما يعرفوا إن هو جوز بنت دكتور مانيت؟ طبعا هو رأيهم هيتغير عشان عارفين إن دكتور مانيت ده كان راجل كويس واتحط في السجن ظلم. صح الكلام ده؟ طب تمام، حلو أوي. بعد كده the judge أول ما الحاكم عرف دوت القاضي عرف الكلام ده asked him why he had returned to France. قال له طيب ماشي انت متجوز بنت دكتور مانيت، ايه اللي رجعك بقى لفرنسا؟ He explained that he was trying to save Gabble. يبقى احنا عرفنا ان هو كان راجع ليه trying to save Gabble. After Gabbing was called as a witness. راحوا قالوا لهم طب هاتوا لنا جابل بقى عشان ايه؟ نستدعيه كشاهد. The jury هيئة المحلفين decided Darnay was innocent. خلاص بقى هيئة المحلفين قالت كده ايه؟ دارني ده ما عملش حاجة، ده مش تبع ايه؟ مش تبع ايفرمونت، ده راجل كويس وكان عايش في انجلترا. everyone celebrated. كل الناس ابتدت بقى تحتفل. لكن في اتنين هيبقوا متضايقين وهنعرف هما ليه هيبقوا متضايقين. بقول لك الاحداث بتوع التو شابترز دول مشوقين جدا. ديفارج and his wife. ديفارج ومراته لسه هما الاتنين were still angry. طب انتوا غضبانين ليه يا جماعة؟ هنعرف. as soon as Darnay was reunited with his family. خلاص بقى دارني رجع عشان يقعد مع عيلته. بس أول ما راح يقعد معاهم there was a knock at the door. لقى الباب عمال يخبط. Four men entered and arrested Charles Darnay for treason. جم بقى ايه؟ ركز كام واحد اللي دخل عليه؟ أربعة. جم أربعة دخلوا خبطوا عليه وقبضوا عليه. وقبضوا عليه بتهمة ايه بقى؟ عشان دي ممكن تيجي لك في سؤال. arrested Darnay for treason. arrested Darnay for treason يعني قبضوا عليه بتهمة الخيانة الوطن. At the same time, Miss Pross was walking down the street with a friend. الحتة دي مهمة جدا 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 عشان هنستخدمها في إنقاذ دارني بعد كده. بيقول لك كده ميس بروس. مين ميس بروس؟ هي كانت الايه؟ كانت المساعدة، كانت الهيلبر، أو كانت أو كانت السيرفنت اللي كانت بتشتغل عند مين؟ اللي كانت بتشتغل عند دكتور مانيت اللي كانت المربية بتاعت مين؟ بتاعت لوسي مانيت. اتفقنا؟ طيب قال لك بقى ميسيس بروس ديت كانت ماشية في الشارع the street with a friend مع صديق.
suddenly فجأة تفتكروا هتشوف مين؟ خمن كده. هتشوف أخوها صح كده؟ she stopped and cried out راحت مصرخة وقالت إيه؟ سولومون أخويا is that you أنت سولومون was Mrs. brother يبقى هو مين؟ كان هو Miss Rose brother كان هو أخوها he looked scared بان عليه بقى كده إن هو خايف طب هيبقى خايف ليه؟ وعمل إيه عشان يخاف؟ as they were talking وهم بيتكلموا مين بقى كان واقف؟ كان سيدني كارتون appeared alongside them سيدني كارتون ظهر كده جنبه وراح قال له إيه؟ I've been watching you أنا شفتك قبل كده كارتون said you are a spy بص بقى كان خايف ليه؟ عشان أصلا سولومون لو أنت فاكر هو شهد قبل كده ضد مين؟ ضد تشارلز دارني لما استدعوه في المحكمة بس هو كان متنكر في اسم تاني اللي هو جون بارساد فاكرينه؟ يبقى you are a spy أنت جاسوس ركز بقى يبقى هو ليه هيخاف خد بالك ليه سولومون هيخاف او جون بارسد لازم تكون حافظ الاسمين ان هو اسمه سولومون او هو اسمه ايه جون بارسد طيب you are spy قال له انت جاسوس and you work in the prisons بص بقى انت بتشتغل في السجون تحت مسمى تاني اللي هو مين خالص جون بارسد يبقى كمان مرة you work in the prisons under the name جون بارساد I wish to speak to you alone قال له أنا عايز أتكلم كده معاك لوحدنا تفتكر كارتون هيقول له إيه كارتون took بارساد and hurried to Mr. Lurie's office خدوا بقى كده وراحوا على مين على المكتب بتاع مستر لوري at تيليسونز بنك في تيليسونز بنك كارتون told مستر لوري about Darnay arrest وراح كارتون أبلغ مستر لوري يبقى مستر لوري ما كانش يعرف إن هم رجعوا قبضوا تاني على مين على دارني and trial وقال له ده هيتحكم عليه the next day في اليوم اللي بعده على طول our friend Mr. برساد will help us قال له بس صديقنا مستر برساد ده هيساعدنا سيد كارتون confidently قال له كده بثقة ده هيساعدنا ما تقلقش if he doesn't هو لو ما ساعدناش I will report him as a spy أنا هبلغ عنه إن هو جاسوس as a guard طبعا طب برساد ايه علاقته بالحكاية هو حارس في السجن حارس في السجن اللي فيه مين بقى اللي فيه دارني فبيقول لي as a guard لأنه هو حارس برساد was forced to help Carton get inside دارني's cell at the force فعمل ايه بقى هو ساعده خلى كارتون يدخل فين الزنزانة بتاعت مين بتاعت دارني اللي موجودة في اللافورس they talked in private اتكلموا على انفراد and then بارساد left وبعدها بارساد عمل ايه مشي كده أحداث الشابتر خلصت يلا بقى عشان نحل الأسئلة question number 1 بيقول لك who were still angry after the trial مين اللي فضل غضبان بقى بعد المحاكمة طبعا كان مين مستر and مسز مين and مسز ديفارج بتروح قايل له كده مستر and مسز ديفارج اوكي why was Charles Darnay arrested again طب هو تشارلز دارني ليه قبضوا عليه تاني for treason عشان اتهموه بالخيانة صح كده يبقى for treason يبقى تقول له عشان هم اتهموه بالخيانة for treason Why do you think Charles Darnay's married changed the people's opinion بيقول لك ليه بقى جواز تشارلز دارني غير وجهة نظر الناس لأنه هو أصلا كان متجوز من مين هتقول له because he married to دكتور بنت daughter ليه بقى؟ يبقى هو عشان كان متجوز بنت دكتور مين؟ دكتور منت and the people وعندك الناس بقى and the people والناس مالهم كانوا trusted بيثقوا فيه دكتور منت اتفقنا؟ طب تعالى السؤال اللي بعده Why do you think Divorge طب ليه تعتقد إن Divorge and his wife وزوجته remained angry هم ليه فضلوا متضايقين قوي كده بعد المحاكمة لأن هم أصلا كانوا بيكرهوا عيلة إيفرموند كلها صح يبقى هتقولي because they hated the Evermond family دي
إيفرموند family. كانوا بيكرهوا عيلة إيفرموند كلها. Why did Solomon look frightened؟ حلوة قوي دي بقى. بص بيقول لك ايه، هو ليه سولومون كان خايف؟ فاكر ليه سولومون كان خايف؟ because he was a spy، عشان هو كان جاسوس، and worked، وكان بيشتغل، كان بيشتغل فين بقى؟ in prisons، في السجون. كان بيشتغل في السجون ازاي؟ under the name، كان بيشتغل تحت مسمى كده ايه؟ كان اسمه ايه بقى؟ برافو، جون بارساد. طيب why did Sydney Carton accuse Solomon of being، هو ليه اتهمه ان هو اسمه جون بارساد؟ عشان هو شافه قبل كده، صح؟ هتقول له because he saw him before، هو رآه من قبل ذلك. طب وبعدين؟ and he know that، هو عارف ان هو ايه بقى؟ and he know that he was a spy، هو جاسوس. عايز تكمله بقى الحتة اللي فوق دي، وان هو بيشتغل في السجون تحت برضو اسم بارساد، كملها له. تمام كده، يبقى دي كده كل الأسئلة بتاعته خلصت. نمبر 1 في اللي تشوز، بارساد was able to enter the prison because he worked as a، بيقول لك بارساد، جون بارساد اللي هو سولومون، كان بيقدر يدخل السجن عشان هو بيشتغل ايه؟ جادج، قاضي، جارد حارس، طبعا، لاير محامي لأ، prisoner سجين لأ. سيدني كارتون accused Solomon of working as a spy، مش احنا عارفين سيدني كارتون اتهم، يعني ايه accused؟ يعني اتهم. طب هو اتهم سولومون، قال له ان انت بتشتغل ايه؟ بتشتغل سباي، مش هيشتغل حارس ولا ويتنس ولا جادج قاضي، قال له انت بتشتغل ايه؟ انت بتشتغل جاسوس. Solomon worked in the presence under the name of، قلنا ان هو شغال تحت اسم ايه؟ جون بارساد. اوكي. سيدني كارتون threatened معناها هدد، يبقى ايه threatened؟ هدد. سيدني كارتون threatened بارساد by saying he would him as a spy، قال له انا هبلغ عنك ان انت جاسوس، سباي جاسوس. هبلغ يعني hide يختبئ، punish يعاقب، يعاقب، ولا report هبلغ، يبقى report، مش forgive يسامح. بارساد هيلبت سيدني كارتن انتر تشارلز دارنيز، بيقول لي بارساد ساعد سيدني كارتن ان هو يدخل بقى ايه؟ الزنزانه بتاعه دارني. يعني ايه بقى زنزانه؟ يعني سيل. اوفيس مكتب، هاوس بيت لا، ولا كورت قاعه المحكمه لا. تشارلز دارني was arrested the second time for، تشارلز دارني اتمسك للمره الثانيه واتقبض عليه عشان اتهم ب ان هو مردر قاتل لا، ان هو كان تريزن، اتهم بالخيانه، ولا سفت السرقة، ولا سباينج التجسس، هو قال اتهم بالإيه؟ بالخيانة. كده أحداث الشابتر خلصت معاك أهي في أقل من نص ساعة. ذاكرها كويس جدا قبل ما تيجي بقى تذاكر شابتر 5 آخر واحد ده، تكون مذاكر شابتر 4 وحلل عليه كويس جدا عشان تركز معايا في شابتر 5. وقف الفيديو بقى لحد هنا، خد لك راحة بعدين ارجع تاني، بس اوعى تسيب الفيديو. ها، خدت البريك بتاعك؟ يلا ابدأ معايا بقى شابتر 5. طب ايه رأيك احرق لك بقى احداث الشابتر لان هو حلو قوي، ولا اسيبك تخمن الاحداث بتاعته وتعرف دارني ازاي هيقدر ربنا ينجيه من الموضوع ده كله؟ ها، ايه رأيك؟ انا رأيي ان انت تخمنها كده واحنا بنقرأ الشابتر. طيب تعالى كده ناخد الكلمات الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة عندك في الكلمات evidence، دليل. تاني، يبقى يعني ايه evidence؟ دليل. وضاي يموت، كلمة دول عندك جديدة. دول يعني ايه؟ دول يعني مبارزة، لازم مبارزة السيف يعني. lost معناها يخسر. offer يعني يعرض. وsilence معناها صمت. refuse يعني يرفض. ودenounce تاني، denounce معناها ايه؟ يعني يدين، يعني انت بتدين اللي قدامك ان هو عمل حاجة، زي المحكمة هتدين مثلا تشارلز دارني ان هو عمل كذا وكذا وكذا، يبقى اسمها denounce. وcrowd معناها حشد. وشوت يعني يصرخ. وديث الوفاة او الموت. whisper معناها يهمس، ان انت بتوشوش حد. exchange يبدل، exchange يبدل. طيب prove يثبت، prove يثبت. grab يمسك. pocket الجيب. attack يهاجم. pistol مسدس، يبقى pistol معناها مسدس. fire
المسدس بتطلق منه يبقى fire يطلق، bullet رصاصة يبقى البيستل بتفير منه الإيه؟ البولت الرصاصة. وكارت عربية peace سلام، وthought فكرة thought. soul اللي هي الروح soul، وبريث النفس، وسربرايز يفاجئ، unconscious يعني فاقد الوعي، يبقى حد مغمى عليه بقولها unconscious. straight باستقامة. experience ممكن تيجي بمعنى خبرة بس جالك هنا بمعنى يختبر. وستيب خطوة أو الدرجة. fill يعني يملأ. meantime في هذه الأثناء meantime. outline يوضح، يبقى تاني الفعل outline هنا بمعناه إيه؟ معناه يوضح. grave خطير. كوتش حافلة طويلة اللي هي عربة القطار، وطبعا دي كانوا بيستخدموها زمان في أوقات حدوث القصة. وجان يعني بندقية. طيب تعالى ندخل بقى على أحداث الشابتر الرائعة اللي فيها حاجات كتيرة جدا هتتكشف، ويمكن طبعا الطلبة أنا كنت قايلة لهم كده في بداية القصة مع بعض شرحناها، لكن هو في الستوري جايبها لك فلاش باك بقى كأنه كده فيلم وجايبها لك في الآخر فلاش باك. بيقول لي at Charles Darnay's trial في المحاكمة بتاعته the next day the judge called Mr. DeVarge القاضي نده على مستر ديفارج to give evidence عشان يطلع الأدلة اللي معاه. ديفارج told the court ديفارج بلغ في قاعة المحكمة وقال لهم إيه how he had found the paper with writing in Mantis دكتور مانتس cell. بص بقى فاكرين كده لما خدنا ان ديفارج اول ما راح سجن الباستل راح طالع بسرعة وراح الزنزانة بتاعة دكتور مانيت، هو كان طالع عشان يدور على الورق ده ولقى الورق ده في حيطة، وطبعا دي ما كانتش مذكورة ساعتها في الشابتر كانش قايلها، بس هو انا بقولها لك اهو هي كانت فين. الورق ده هو مد ايده كده كان فيه هناك دفاية فمد ايده في الحيطة ورا الدفاية فلقى ايه فلقى الورق ده. طبعا الجزئية دي مش مذكورة في القصة، ولكن احنا قال لك هنا ان هو ايه ديفارج لقى ايه لقى ورق. the judge asked ديفارج to read it. بص بقى ركز يبقى تاني الجادج قال له طلع الايفيدنس اللي معاك الدليل اللي معاك. قال له انا لقيت ايه لقيت بيبر لقيت سجلات كده وورق موجودة فين موجودة في الزنزانة بتاعة الدكتور ايه دكتور مانيت. اللي مكتوب بقى في الزنزانة دي ركز كويس جدا عشان ده الاتهام اللي هيتهم بيه مين عائلة ايفرمونت كلها، اتهام خطير جدا. In 1757 1757 دكتور مانيت was walking along when two brothers in a carriage asked him to help someone who was very ill. اتنين كده كانوا راكبين العربية بتاعتهم ودكتور مانيت كان ماشي في الشارع، وقفوه وقالوا له تعالى عشان تساعد حد مريض عندنا. at their castle في القلعة بتاعتهم there was a young woman. مين بقى اللي كان مريض؟ كانت بنت صغيرة شابة. مانيت tried to save her. دكتور مانيت حاول إنه يساعدها but she soon died. ولكن للأسف ماتت. they took him to another patient. قالوا له بقى طب تعالى ده في مريض تاني أبوي، بس المرة دي كان ولد. يبقى لحد دلوقتي دكتور مانيت قابل إيه قابل young woman وبعدها قابل بوي. الأول البنت حاول ينقذها ولكن دايد ماتت فراح عشان ينقذ الولد. بص بقى اللي جاي خطيرة جدا who was also very ill. برضه كان مريض جدا. The boy told him that the young woman was his sister. فجه الولد قال له البنت اللي جوه دي تبقى أختي. She was married to a worker on the brother's land. أختي دي كانت متزوجة منين؟ كانت متجوزة من عامل شغال في الأرض بتاعة الاتنين الإخوات دول. The elder brother had fallen in love. والأخ الأكبر حب البنت الصغيرة اللي هي كانت مريضة واللي كانت متجوزة من العامل اللي شغال في الأرض بتاعتهم. He worked her husband to death. يعني عمل ايه؟ موت جوزها. اتفقنا؟ And then took the young woman away. وخد مين؟ خد البنت الصغيرة ديت وخدها عنده في القلعة. When I told my father this. فجه الولد الصغير راح قال له ايه؟ ده أخدوا أختي وموتوا جوزها. The young man said he suddenly died. كمان الأب راح ميت. I followed my sister to the castle. لما بابا مات أنا رحت جريت على أختي في القلعة وعملت إيه؟ And I asked the man for a doll. وقلت إيه؟ تعالى بقى بارزني راجل لراجل. But I lost. ولكن طبعا أنا إيه؟ أنا خسرت. He pointed at me as the elder brother, the Marquis d'Evermont. وشاور على الأخ الأكبر اللي هو ماركيز إيفرموند.
and cursed him ولعنه and his family. Then the boy took his last breath. يعني إيه؟ بص كده على ماركيز، على الأخ الأكبر، يعني إيه cursed؟ معناها لعنه، ولعنه وهو لعنه هو العائلة كلها، وفي الآخر خد نفس أخير وهو كمان مات. The Marquis offered the money to Manette. طبعا إيه عيلة ماركيز عملوا إيه؟ قالوا لأ، ده إحنا لازم نعرض عليه فلوس بقى عشان يخبي السر بتاعنا. For his silence عشان يسكت. But the doctor refused. ولكن الدكتور رفض. A few weeks later هيسيبوه في حاله؟ لا طبعا، دول عيلة حاكمة في البلد، فطبعا إيه أقوياء ومن الأغنياء وليهم سلطان. A carriage came for Dr. Manette. A man told him a patient needed his help. جاله راجل كده طبعا متنكر وقال له طب خد بالك، ده احنا عندنا ايه مريض، تعالى ساعده. طبعا ما كانش فيه مريض ولا حاجة، ده هم كانوا بيستدرجوه بره بيته عشان ياخدوه يسجنوه. He got into the carriage. حطوه في العربية but the man took him to the bastille. ومن هنا جه السجن بتاعه فين؟ في الباستل. And threw him into a cell. وحطوه في زنزانة. دكتور مانيت's letter. الجواب بتاع دكتور مانيت ended with the following words. الجواب بقى اللي كتبه دكتور مانيت مكتوب فيه ايه في الآخر؟ I Alexander مانيت. أنا مين؟ ألكسندر مانيت. denounce. يعني ايه denounce؟ بأدين the whole Evermond family. بدين العيلة بتاعت إيه؟ بتاعت Evermond كلها. and curse them. وبلعنهم before God. اتفقنا؟ The crowd shouted. إيه بقى الحشد اللي كان إيه موجود؟ قعدوا يصرخوا وطبعا بيقولوا إيه؟ أنت خلاص أنت من نفس العيلة، يبقى أنت كمان guilty، أنت مذنب. Charles was found guilty. ده طلع مذنب and would be put to death. المفروض ان هو يتعدم عليه. the next day. في اليوم التاني. الخطة اللي جاية دي بقى هتيجي من مين؟ حاول تخمنها. مين اللي كان شبهه؟ برافو، كان سيدني كارتن. طب سيدني كارتن هيعمل ايه؟ ها، حد بقى كده يتخيل الافلام الاجنبي اللي بيحصل فيها؟ يبقى اكيد سيدني كارتن هيروح ويتبادل معاه الادوار ويضحي بحياته عشان مين؟ عشان دارنيه. ايه اللي هيحصل؟ تعال نكمل. كارتون quickly went to ديفارج shop. بيقول لي كارتون راح بسرعة وجري على المحل بتاع ايه؟ بتاع ديفارج. No one knew he spoke French. محدش كان يعرف ان هو ايه بيقدر يتكلم فرنسي. But he sat in a corner listening. قعد بقى يسمع هم هيعملوا ايه. He discovered that the young man. بص بقى اللي حصل. بيقول لك اكتشف ان اليونج مان الولد الصغير والومن البنت الصغيرة اللي اتقتلت باي ايفرمونتس وير مدام ديفارج براذر. كان مين؟ كان اخو واخت مدام ديفارج، وده انا قلته لك في بداية القصة واحنا بنشرح مع بعض. يبقى تاني، ليه اصلا مسز ديفارج كانت بتكرههم قوي؟ لان البنت اللي ماتت اللي ايفرموند أخدها واعتدى عليها وقتل أخوها والأب مات، العيلة كلها اتدمرت بسبب مين؟ بسبب عائلة إيفرموند. She wanted all Evermond family dead. كانت عايزة بقى العيلة كلها تموت including Darnay's wife. ده كمان كانت عايزة مرات دارني and daughter وبنته يموتوا. كانت عايزة لوسي مانيت وبنته هي كمان تموت، وبتكره العيلة كلها. كارتن know what he had to do. كارتن عرف بقى هو هيعمل ايه. He went to see Mr. لوري. راح عشان يشوف مستر لوري to outline his plan. عشان إيه يقنعه ويقول له الخطة بتاعته. Lucy and her family are in grave danger. خلاص بقوا في خطر. قال له ده لوسي وعيلتها بقوا في خطر. You must all leave Paris. كلكم لازم تسيبوا باريس. Meet me here at 2 o'clock tomorrow. قال له تعالى وقابلني بكرة الساعة 2. Then Carton walked past دكتور مانيت's house. كارتون راح عند دكتور ايه البيت بتاع دكتور مانيت. and looked up at the window. He knew Lucy was in there. وبص كده على الشباك وعارف ان لوسي واقفة هناك. A life you love, he whispered. وقال لها ايه؟ الحياة ليكي اللي انت بتحبيها. وشوش كده وقال لها ايه؟ دي الحياة اللي انت بتحبيها. دارني was writing letters. دارني كان قاعد بيكتب ايه؟ جوابات. when Carton walked into his cell. يبقى دارني كان قاعد عمال يكتب شوية جوابات لما دخل عليه كارتون الزنزانة. دارني was surprised to see his friend. استغرب جدا. I bring a request from your wife. أنا جايب لك طلب كده من زوجتك. said Carton. First we must change clothes. لازم كده نبدل ملابسنا. ماشي. Darnay and Carton exchanged clothes. هما الاتنين بدلوا الملابس. Then Carton told Charles to write the following words. وبعدين كارتون قال لتشارلز يكتب الكلام اللي هنقراه سوا. ركز قوي. If you remember the words I spoke long ago, you will understand. The time has come when I can prove them. Don't feel sorry for me. بيقول له
لو أنت افتكرت الكلمات دي بعد كده بعد وقت طويل، لازم تكون فاهم كويس جدًا إن ده كان الوقت اللي لازم أثبت فيه كل حاجة، وكمان ما تحسّش بالأسف ولا بالزعل عليّا. As Darnay was writing, Carton held a bottle close to his friend's nose. ماشي، كده وهو قاعد إيه، كان ماسك إزازة، الإزازة دي كانت عاملة إزاي؟ الإزازة ديّة قرّبها كده من إيه، من الأنف بتاعة دارني، فطبعًا تشارلز felt sleepy. يبقى معنى كده إن هو الإزازة دي كانت عاملة إزاي، كانت فيها حاجة عايز ينيّم بيها مين، دارني، عشان هو عارف طبعًا إن هو هيرفض الخطة دي تمامًا. and was soon unconscious، يعني كان إيه، أُغمى عليه بقى خلاص. Carton grabbed the letter، خد بقى كده الجواب and put it in Darnay's pocket، وحطه في جيب الجواب اللي اتكتب دوت، حطه في جيب مين، دارني. He went to the door، وبعد ما راح عند الباب and asked Barsad to take Darnay، طلب بقى من ايه، من بارساد ان هو ياخد دارني out of the cell، بره الزنزانة. In the meantime، في الوقت ده Carton was left alone to wait for his death. كده مين طبعا اللي هيتعدم؟ هو كارتون. مدام ديفارج تسكت؟ لا ما تسكتش. went to دكتور مانيت's house، راحت رايحة لمين؟ لبيت دكتور مانيت. طب ليه؟ looking for لوسي. مس بروس، بس طبعا مسز بروس يعني يعني بص مش عارفة أقول لكم هتعمل فيها إيه. فبيقول لك هنا هي راحت looking for لوسي، راحت عشان تدور على مين؟ على لوسي. وكمان مش إحنا قُلنا إن هي كانت عايزة تقتلها هي وبنتها، بس Miss Pross was the only person there. مين اللي كان موجود بس في البيت؟ كان Miss Pross. ليه بقى؟ لإن خلاص كانت لوسي وبنتها مشيت لمّا راح حذّرهم. Everyone else was already on the coach to England. خلاص كل واحد كان راح العربة عشان يروحوا لإنجلترا لإن هم حذّروهم. مدام ديفارج attacked Miss بروس. مدام ديفارج عملت إيه؟ هاجمت على Miss بروس and pulled out her pistol، وراحت ضربت إيه؟ بالمسدس بتاعها. The pistol fired and مدام ديفارج fell to the floor. وإيه بقى؟ هجمت عليها وضربوا نار، لكن طبعا هي وقعت وماتت. killed by a bullet from her gun. اتقتلت برصاصة طالعة من إيه؟ طالعة من مسدسها هي، لأن طبعا مس بروس قاومتها، المسدس طبعا راح لمين؟ لمدام ديفارج. back at لافورس prison، نرجع بقى تاني لسجن اللافورس. the cart let Carton، العربية خدت كارتون and the other prisoners to their deaths، وخدت بقى السجناء التانيين عشان يتعدموا. The mob were shouting at the man they thought was Evermond. طبعا هو كان شبهه بالظبط، فالناس واقفة كانوا بيفتكروه مين؟ هو إيفرموند، وعمالين بقى يصرخوا. but Carton stood up straight، كان واقف كده مستقيم and felt peace، وحاسس بسلام. he had never experienced before، هو لم يختبر من قبل. a Carton walked up the steps، طلع كده على السلالم بتاعة المشنقة. one last thought filled his mind، حاجة واحدة بس اللي في عقله. at last my soul will be at peace، في الآخر روحي هتكون في سلام وأمان. this is the best thing I have ever done، وقال لنفسه دي أحسن حاجة أصلا أنا عملتها في حياتي وليها قيمة في حياتي. الحمد لله الستوري خلصت، الحمد لله في نص ساعة لمينا التو شابترز، يا دوب هنحل الأسئلة. نص ساعة لميت لك تو شابترز، الستوري كلها احنا كده مخلصينها تقريبا في ساعة أو ساعة ونص. اوعى بقى تفوتها عشان عليها درجات عالية في الامتحان، وتقدر تكتب فيها بطريقتك. يلا بقى إن شاء الله نحل الأسئلة سوا. question number one، أول سؤال بيقول لك what was the relationship between the boy and the young woman. ايه العلاقة اللي كانت بتربط الولد الصغير والبنوتة الصغيرة؟ فانت هتقولي ان هما كانوا اخوات، يبقى they were siblings. طيب ماشي كده. طب كمان لو انت مش عارف تقول siblings قولي مثلا she was his sister، هي كانت اخته. ده صح او ده صح. Who had fallen in love with the young woman. مين بقى اللي وقع في ايه، في حب البنت الصغيرة اللي احنا قلنا عليها اللي في الآخر ماتت؟ طبعا كان الأخ الكبير اللي هو ماركيز، يبقى هتقول له the elder brother ماركيز. اتفقنا؟ اوكي. How did the young woman's husband die. السؤال ده حلو قوي، بيقول لك ازاي جوز البنت الصغيرة مات. خد بالك ان ماركيز عمل ايه، قعد يشغله لحد ما ارهقه ومات. فهتقول لي ايه بقى؟ ممكن تقولي على طول كده ماركيز عمل ايه بقى؟ worked
him يعني أرهقه في العمل. بعد ما أرهقه في العمل to death لحد ما مات. يبقى هو أرهقه في العمل لحد ما مات. What did the Marquis de Evermond offer دكتور منيت؟ فاكرين عرض عليهم عرضوا على دكتور منيت ايه؟ طبعا عرض عليهم ايه؟ يبقى they offered money عرضوا عليه فلوس. What did دكتور مانيت declare in his letter؟ هو عرض ايه؟ فاكرين كده دكتور مانيت قال ايه بقى في الجواب بتاعه؟ فاكر لما هو قال ان انا بدينهم وبلعنهم امام الله؟ يبقى هو قال ايه؟ he يعني ايه يدينهم؟ denounced the whole family of Evermond. كان بيدين كل عائلة إيفرمونت، صح كده؟ اوكي. and cursed them يعني ايه cursed them؟ بيلعنهم before God، بيلعنهم قدام ربنا. Where did Sydney Carton go after the trial؟ بعد المحاكمة عمل ايه؟ راح فين؟ فاكرين سيدني كارتون راح فين؟ راح المحل بتاع ديفارج. يبقى he went to Divarge's shop. يبقى هو راح المحل بتاع ديفارج. تعالى بقى لأسئلة اللي تشوز. The boy challenged Marquise de Evermond to، هو طبعا اتحداه. بيقول لك ان الولد اتحدى ماركيز في ايه؟ في جيرني، في رحله، في ترايل محاكمه، ولا سبيتش كلام، ولا دول معناها مبارزه. يبقى هو اتحداه فين؟ في مبارزه. سيدني كارتون exchanged clothes with تشارلز دورني in the، هما الاتنين تبادلوا الملابس فين؟ في السل، في الايه؟ الزنزانه، مش في الشوب المحل، ولا في الشارع، ولا في الكورت القاعه. مدام ديفارج wanted the Evermond family completely، كانت عايزة كل العيلة بتاعت إيفرموند يحصل لها إيه؟ forgiven تسامحها، ولا forgotten، ولا destroyed كانت عايزة تدمرها كلها، ولا hidden. مس بروس فوت مدام ديفارج، هما الاتنين تعاركوا، صح كده؟ to protect عشان يحموا مين؟ لوسي تشارلز دورني، ولا مستر لوري، ولا سيدني كارسون؟ يبقى to protect لوسي. يبقى هي مس بروس هجمت عليه عشان عايزة تحمي مين؟ تحمي لوسي. طبعا لوسي خلاص كانت مشيت. The two brothers who asked for Manette's help were in a carriage. يلا، يبقى هما كانوا ايه؟ الأخوين دول كانوا راكبين ايه؟ كانوا راكبين عربية، مش مركب ولا محل ولا زنزانة. كارتون sat in a corner، بيقولي كارتون قعد كده في جنب of the large shop وقعد يستمع ليهم because no one knew he spoke، عشان محدش عارف انه كان بيتكلم فرنسي، ماشي؟ مش انجليش ولا سبانيش ولا ايطاليان ايطالي. اتفقنا كده؟ كده الحمد لله رب العالمين خلصنا أسئلة الستوري كلها. الأسئلة بالكامل خلصت، كل الشابترز خلصت. اللي عليك بقى بطل دلوقتي ان انت تذاكر كويس. ان شاء الله استنى فيديو جديد ان شاء الله، ان شاء الله ينزل لكم فيديو بقى المراجعه النهائيه بتاع الستوري. مش هيخرج منها الامتحان. ذاكر ده كويس جدا. واستنى كمان مراجعه المنهج بالكامل ان شاء الله. تعالى اشوفكم في فيديو جديد.